السلام عليكم. كلنا عارفين انه لما بيحصل اي تفتيش او اي audit بيطلع منه كابة او let's say بيطلع منه non-conformities او findings وانا بعملها كابة. في مفهوم للأسف الشديد، مش كل الشركات معظم الناس اللي شغالة في الشركات بتمشي بيه، خصوصا في الناس اللي هم طبعا بره الكواليتي. انا شايفة انه الفايندينجز وصمة عار، بس دي مش حقيقة اطلاقا. في رول كده في الكواليتي لازم كلنا نبقى عارفينه. الانسيز اللي هي النون كونفورميتيز اللي هي الفايندينجز دايما بنقول عليها انها بيس اوف ناجتس، يعني سبيكة ذهب، لان هي بتعرفنا كويس موقفنا فين، بتعرفنا ممكن نعمل ايه وحدودنا موجودة فين. بتعرف ممكن الفايندنج دي تتقلب لاوبورتيونيتي باي ذا واي، وممكن تبقى ريسك ان احنا نعمل له ميتيجيشن قبل ما يحصل، وممكن ان احنا نعمل بيها continuous improvement، لاني عمري ما هعرف البروسيس بتاعتي دي ماشيه صح ولا لا الا لما اعمل الاربع حاجات المشهورين جدا بتوع الايزو: البلان ان انا اخطط، الدو ان انا اعمل بلان دو ان انا اعمل، والتشيك ان انا اوقف وارجع ابص لورايا عشان اعمل continuous improvement عشان اعرف انا ماشي صح ولا غلط. بلان دو تشيك، اخر حاجه اكت، اني انا خلاص بقى اثبت الحاجه اللي انا بعملها. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا نحطها في بالنا. الكابا الانسي الفايندنجز دي مش وصمه عار، بالعكس دي opportunity جديده انك تطلع مع التيم بتاعك احسن ما يمكن من البروسيس بتاعتك. شكرا لكم.